انتوا هل تعلموا المرأة تتعب أكثر من الرجل؟ صحيح إنه الرجل بيطلع بيشتغل، بس أنت تعلم إنه المرأة تتعب أكثر منك في تعزيل البيت، في الطبخ، في الغسيل، في التكنيس، ضغوطات الحياة، انخنقت مش قادرة تتنفس، وفوق كل هذا كلمة جميلة لا، جبر خاطر لا، تبكي نعم، تكسر بخاطرهن نعم، كل هذا وفوق ما بتتعب. انت هل تعلم انه المرأة متعرضة للأمراض من شغل البيت؟ قول لي كيف. اليوم اللهم صل على سيدنا محمد جايب كوسيا وبدي بقورها، وانا بقور فيها عندي وتر من بين البايسبس وبين العضلة الأمامية. الوتر هذا من كثر ما لحلحته بيلتهب وبيسبب له التهاب. ليش؟ هالوقت في أنا عندي كومودينا بدي أزيحها أو أشيلها، وأنا بشيلها زي هيك صار عندي أربطة. شاف الأربطة هذه اللهم صل على سيدنا محمد فلتت. الأربطة هذه محتاجة عملية. الوقت اللهم صل على سيدنا محمد أول أنا بشيل حاجة أو مضم لظهري ومشي مجلسة وأنا على الكوزينة وأنا بجري، صار عندي ألم بالفقرات العنقية أو ألم بالفقرات القطنية أو عضلات أسفل الظهر وأنا واقف على الكوزينة وأتعب. في نفس الوقت وهي واقفة على الكوزينة إيش بتعمل؟ زي هيك شوفوا، وبتجري. جوزها بيشوفها بقول لها روحي يا شيخ انت هو مع المش انها قاعده انكوت وهي واقفه على الكوزينه ومن تعبها في البيت، ما بقولش الا يعطيك العافيه وتعالى اقبنك يعني واعطيها بوسه من جبينها.